أيها الحاضرون الكرام، البرنامج التالي وهو مسابقة تلاوة القرآن الكريم قسم التفسير باللغة العربية. أيها الحاضرون الكرام، الآن ندعو المتسابق الأول المفسر صاحب الرقم 101. رقم سؤال التحفيز 03 ورقم سؤال التفسير 04. نعيد مرة أخرى. ندعو المتسابق الأول المفسر صاحب الرقم 101 ورقم سؤال التحفيز 03 ورقم سؤال التفسير 04 أن يعتري المنصة الشرفية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين
الصادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى ربهم إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أثرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا طيب الآن نخطو إلى تفسير باللغة العربية. افتح المصحف اقرأ سورة هود الآية 9 إلى 10. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة
شديد اليأس. ماشي. ضراء. ضراء بلاء. بلاء. مصائب. مصائب. السيئات. السيئات شيء يكرهه المصائب والبلاء. المكروه صبر الإنسان. طيب الأخير لا فرح. بطر بنعمة ربه. بطر بنعمة ربه. طيب اذكر سبب النزول أو وجه المناسبة بين هذه الآية، بين الآية 9 والآية 10. أسباب النزول لم أجد سبب النزول لهاتين الآيتين في حدود اطلاع، وأما مناسبة بين هاتين الآية بالآية قبلها، يعني بعد أن بين تعالى إنكار الكفار بالبعث بعد الموت، ذكر تعالى في هذه الآية سبب تكذيبهم، يعني اتباعهم يعني كفرهم بنعمة ربهم. طيب هذا يعني صفات هؤلاء الكفار. ماشي. الآن فسر الآية 9 تفسيرا موجزا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، رب زدنا علما. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أي ولئن أصبنا الإنسان، ولئن منحنا الإنسان منا رحمة كالصحة وسعة الرزق والأمن، ثم نزعناها منه، ثم أخذنا تلك النعم من نفسه، يعني أخذناها منه، إنه ليئوس كفور. أي الإنسان يعني إذا حدث مثل ذلك يكون شديد اليأس والكفر بنعمة ربه، أي عدم الصبر منهم. واستخدم تعالى في هذه الآية بكلمة أذقنا، وهذا يدل على أن ما أصابه في قلة مرتبة، يعني وما أصابه إلا مصيبة قليلة. ثم بين تعالى صفاتهم أخرى، يعني وإن أذقناه نعمة فبعد ضراء، فإن منحنا الإنسان منا رحمة، فإن أذقناه نعمة بعد ضراء مسته، يعني وإن منحنا الإنسان منا رحمة بعد ما أصابه من البلاء ليقولن ذهب السيئات عني، أي أصبح يقولون انقطع السيئات والمصائب مني وليصيبني بعده إنه لفرح فخور، أي أصاب بطر بنعمة ربه متعاظم على الناس بما أوتاه. أي في الآية ذم لمن يقنط عند الشدائد ويفحر عند النعماء. وهذا كما قال تعالى فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. طيب ما حكم اليأس من رحمة الله ولماذا؟ هذا لا يجوز للمؤمن أي يتأسى من رحمة ربه، كما لأن رحمة الله واسعة، وهذا كما قال يعقوب لابنه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من رحمة الله إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. إذا كان لا يجوز اليأس فما حكم الفرح؟ الفرح لا يجوز كذلك، لأن الله إن الله لا يحب كل مختال فخور. كيف يكون إذا لا يجوز يأس ولا يجوز فرح؟ كيف يكون إذا بين هذه؟ يجوز للإنسان يعني من صفات المؤمن كما قال رسول الله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه النعمة شكر فهو خير له
وإن أصابه ضر فصبر فهو خير له. وللمؤمن يعني يجوز أي لا يجوز المؤمن إلا بهذه الصفات، يعني الصبر عند الشدائد ويشكر عند النعمة. إذا حصلت على شيء مثلا السيارة، حصلت على السيارة مثلا، أنت تفرح بهذه السيارة الحمد لله وتفرح، هذا لا يجوز أو يجوز؟ الفرح هنا يعني عدم الشكور من الإنسان، وأما إذا هناك شكر منه هذا يجوز. وأما بنعمة ربك فحدث. يجوز الفرح مع شكر. نعم. لا يجوز الفرح مع كفر. نعم أيوة. طيب دروس المستفادة. الاستفادة من هاتين الآيتان: أولا حال الدنيا غير باقية بل هي متغيرة من النعمة إلى من النعمة إلى البلاء، ومن البلاء إلى النعمة. الثانية يعني الإنسان إذا من صفات من طبيعة الإنسان، يعني إذا أصابه البلاء أصبح قنوط من رحمة ربه كأن. وثالثا من صفات الإنسان يعني إذا أصابه نعمة يعني هم لا يشكر بنعمة ربه أي كفور به. نعم. طيب أحسنت، بارك الله فيك. والله أعلم بالصواب. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون الكرام، إعلانا للمشاركين الذين لم يأخذوا رقم التسجيل عليه أن يأخذ إلى الأمام. نعيد مرة أخرى إعلانا لكل المشاركين الذين لم يأخذوا رقم التسجيل عليه الأخذ إلى الأمام. شكرا.